السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم القبطان عزوز، والنهاردة بإذن الله جايين نتكلم في شروط وتحقيق الأرباح عن طريق اليوتيوب وبدون الظهور نهائيا. طبعا وهنتكلم في الفيديو بالتفاصيل عن تحقيق 4000 ساعة مشاهدة على اليوتيوب بدون الظهور بوجهك نهائيا. وفي آلاف من القنوات حققت أرباح، وزي ما انتم ما شايفين النهاردة كمان أنا بكلمكم بدون الظهور عن طريق تصوير فيديو جميل، منظر طبيعي مش أكتر وبس. في الفيديو هنشرح أكتر من طريقة، وأجمل طريقة بإذن الله وهتلاقيها آخر خطوة موجودة في الفيديو. تابع معايا للنهاية، ويا ريت طبعا لكل اللي مش مشترك في القناة اشترك ليصلك كل جديد. بإذن الله يا رب هنتكلم مع بعض طبعا في ازاي تختار القناة بتاعتك اللي انت ما تكونش فيها ظاهر بصورتك. في قنوات كتيرة مش ظاهرة بصورتها، وقنوات محترفة وبتحقق أرباح مهولة. افتكر معايا طبعا ان انا مقسم لكم الفيديو لأكتر من خطوة. الخطوة الأولانية اللي هي اختيار نوع القناة. في قنوات كتيرة محققة أرباح زي ما قلنا بدون الظهور، زي قنوات قصص دينية وقصص للأنبياء، قنوات تلاوة القرآن محققة أرباح رهيبة، معلومات وحقائق غريبة ممكن تبقى اسم القناة بتاعتك ويكون محتوى جميل جدا وشيق جدا، قصص تاريخية، قصص ناس تبتدي تسمعها قبل النوم وتركز فيها، تسمعها كده وتنام وتستمتع بيها. كل ديت أنواع قنوات مطلوبة جدا على اليوتيوب وبتحقق عدد ساعات رهيبة تقدر من خلالها ترفع أي فيديو من الفيديوهات اللي احنا قلناها، وتقدر تحقق من خلالها 4000 ساعة مشاهدة وشروط الأرباح. حابب اقول لك كمان ان انت لو ابتديت تدور على 4000 ساعة مشاهدة انسى كلمة مشتركين، لان المشتركين الاصدقاء اللي هيكونوا فعلا متفاعلين معاك في القناة هيجولك عن طريق الفيديوهات ديت. كمان تقدر تستخدم فيديوهات، وهنتكلم فيها في فيديو مفصل ازاي تقدر تستخدم فيديوهات عن طريق اليوتيوب وما يجيلكش فيها حظر ولا اي قيد نهائي. تقدر تستخدم كمان وتعيد نشر مقاطع قرآنية بدون ما يجيلك اي حظر نهائي على القناة. الجزء التاني طبعا اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هنتكلم عن طريقة صناعة الفيديو. هتصنع الفيديو دوت زي ما احنا ما قلنا عن طريق صور مصغرة جميلة شيقة تجذب المتابع، يبتدي يدخل يشوف الفيديو من اول لما يشوف، من اول طبعا ما يشوف الصورة المصغرة بتاع الفيديو ينجذب للفيديو دوت. طبعا هوك رهيب لازم تبتدي تشتغل عليه. الحاجة التانية ان الصور والفيديوهات ممكن تجيبها من اي مواقع مجانية زي بريكسلز اللي انا شغال عليه. طبعا التعليق الصوتي ممكن تبتدي تعلق بصوتك زي ما انا ما بتكلم كده، او تستخدم اداة ذكاء صناعي تدخل محتوى او تدخل نص يتحول لكلام. برامج المونتاج بسيطة جدا، ممكن تستخدم الكاب كات زي ما انا ما مستخدم الكاب كات كده عن طريق التليفون. انا مش مستخدم عن طريق لاب او مستخدم عن طريق اجهزة ولا اي حاجة، ده عن طريق تليفونك. ابدأ وبس، ابدأ وسيب الباقي والتسهيل على ربنا. الجزء الثالث بقى هو الجزء المهم طبعا، ازاي وسر زيادة ساعات المشاهدة. ازاي اخلي ساعات المشاهدة الفيديو الواحد يجيب لي 1000 مشاهدة، 1000 ساعة مشاهدة على الاقل. اول حاجة علشان خاطر توصل ل 4000 ساعة مشاهدة وبسرعة، ركز على الحاجات البسيطة ديت. خلي الفيديو بتاعك ما يتعداش 12 دقيقة، من 8 ل 12 دقيقة. اختار عنوان يكون قوي جدا جذاب، لازما يكون في صورة مصغرة قوية جدا تجذب المشاهد. ما تنشرش اكتر من 3 ل5 فيديوهات اسبوعيا، ما ينفعش. مش كل يوم تنشر فيديوهات وفي نفس الوقت ما تنشرش فيديو واحد بس في الاسبوع. هكلمك كمان في الجزء الرابع عن اهم الفيديوهات ومقترح لبعض الفيديوهات بدون الظهور تخليك تحقق 4000 ساعة مشاهدة بكل بساطة. قصص الانبياء، قصة النبي مثلا ايوب، اصحاب الكهف، ايه اللي هيحصل بعد الموت، علامات القيامة، قصة اصحاب، قصة من قصص الصحابة تكون مؤثرة. كل المواضيع طبعا اللي انا بكلمك فيها ديت عليها بحث بزيادة موجود على اليوتيوب، وهتبتدي تحقق ارباح بكل سهولة وبساطة. في النهاية حابب اقول لكم ان 4000 ساعة مشاهدة شيء مش مستحيل ابدا. كل اللي انت محتاجه هو الاستمرار، هو المحتوى الجيد. يا ريت طبعا لو عجبكم الفيديو
ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أراكم بإذن الله في الفيديو القادم، وشكرا ليكم على حسن استماعكم. ويا ريت ما تنسونيش بكومنت جميل منكم، حابب الإضافة بتاعتكم وحابب المعلومات بتاعتكم، أنا بستفاد منها، والكل اللي بيشوف تعليقاتك بيستفاد منها وتأكد من دوت. شكرا ليكم ورمضان كريم عليكم.